تهم يعني تونس وعديد البلدان المجاورة وكذلك في بقية العالم. ومسألة الإرهاب بالنسبة للجبهة الشعبية كانت حاضرة دائما منذ سنتين على الأقل، وقد نبهنا منذ انتشار السلاح والوجود الأولي لهذه الجماعات الإرهابية والحملات التكفيرية إلى ضرورة عقد مؤتمر ضد العنف وعقد مؤتمر ضد الإرهاب. وفي الحقيقة بالنسبة للجبهة الشعبية لا أحد يستطيع المزايدة عليه حول موقفه من رفض هذا الإرهاب، ومن أن هذا الإرهاب سيكون غول لضرب المجتمع وتفكيك الدولة، إلا أن ما جاء ومن مسؤولية أيضا نواب الشعب أن القول الحقيقة وأن يدافعوا على الدستور ومقتضيات الدستور، وأن إعلان حالة الطوارئ هذا جاء مخالفا للفصل 80 من الدستور، وهو قرار غير دستوري لا مواربة، إنه قرار غير دستوري. كما أن إعلان حالة الطوارئ استندت إلى قانون 26 جانفي 78، هذا القانون سيء الذكر الذي نعرف كيف تعامل مع الأوضاع الاجتماعية ومع الإضراب العام للاتحاد العام لتنسيق الشغل آنذاك. وأعتقد أن هذا الأمر هو أيضا أمر مخالف للدستور، هذه حقيقة. أيضا أريد أن أقول إن حالة الطوارئ هو إجراء استثنائي، وهو في سياق سياسي استثنائي، سياق سياسي فيه احتقان اجتماعي، فيه غياب لتلبية مطالب غالبية الفئات الشعبية، الشباب وكذلك الجهات المحرومة. إجراء استثنائي جاء في السياق كانت الحكومات المتعاقبة قد فشلت تماما في إيجاد الحلول، وهي فشلت لأنها لا تريد إيجاد هذه الحلول ولا تريد إجراء التوجه نحو إيجاد إجراءات دقيقة وضرورية واستثنائية بالنسبة للوضع الاجتماعي والسياسي. لذلك فأننا نعتقد أن إعلان حالة الطوارئ ينبغي أن لا تكون مناسبة وفرصة لكي يسعى الائتلاف الحاكم أو الحكومة الحالية لتمرير سياسات ضد الشعب وضد المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي وضد قدرته الشرائية، وأيضا ضد مكتسبات الثورة والمسار الثوري، وهو الحرية وحرية التعبير والحريات. وحين نقول الحريات ليس كلام بل إجراءات، إننا نرفض أي إجراء خلال هذه الفترة يمس من قوت الشعب ومن مصلحة الشعب ومن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق الإضراب. إننا سنكون إلى جانب شعبنا في الدفاع على حقوقه المشروعة، ونرفض مهما كانت التعلة، نظرا لأن هذا الإجراء غير دستوري، وأن هذا الإجراء جاء في خطاب السيد الرئيس هو حمال لعديد الأوجه، وهو